دايما مع ربنا عشان يدينا الافضل. ولا يهمك، انا بس كنا عايزين نسألك على حاجة يا استاذ احمد. لو انت سمعت دودي يبقى تمام. ما سمعتهاش هنقول لك باختصار علشان لو تقدر تفيدها. بس انا طلعت من بره من الاجتماع شويه وهرجع يعني عشان ارجع تاني على طول. ماشي. موضوع دوني انا يعني سمعت شويه انا بس طيب. يعني الموضوع بتاعها كله نظام اوراق، يعني اكتره اوراق، لازم تجميع اوراق وكده، وترجع بقى تشوف موضوع النسب بتاعها ده، وترجع الجهات كده لازم يكون معاها محامي من مصر. انت عارف ان انا بره مصر حاليا، كل شغلي بره مصر، فلازم ترجع للمحامي، لازم يكون معاها اوراق. هي بتقول ان في محامي ضيع اوراق، مش عارف بقى ضيع اوراقها ازاي ده، في ضيعوا ازاي يعني؟ كان معاها اوراق لا ما ده يثبت هي ايه، اللي يثبت هي النسب بتاعها او بص الاشخاص. بص حضرتك، هي مطلوبة باسم. هي معاك. أما لقوها، لقوا معاها ورقة مكتوب فيها اسمها واسم الأب، تاريخ ميلادها. آه، لما لقوها لقوا كده. فبترجع للسجلات تحاول تعمل شهادات، طلب شهادات او، بس الموضوع معقد شويه وهيلففها كتير يعني. ما شاء الله احنا عارفين ان النظام ده في مصر، والنظام ترفع قضيه ومش عارف ايه عشان تعرف الشخص ده مين والمحكمه تخاطب السجل المدني ان هو يطلع. انا ملهاش صفه ان هي تطلع. لو راحت مثلا السجل المدني، انا لو رحت قلت مثلا عاوز استاذه رانيا اطلع عنها مثلا شهاده ميلاد، المحكمه تقول لي انت، السجل المدني يقول لي انت مين بالنسبه لها، انت فاهمه؟ أستاذ لازم أحمد، هو مش الدرجه. ممكن يكون والدها؟ معرفش السؤال ده يعني كده. مش ممكن يكون والدها أصلا اللي ساب اسمها بالكامل ده، ممكن يكون هو أصلا كان عامل لها شهادة ميلاد؟ ممكن في ناس لا يعني مع واحد اسمه كامل يعني، هو راحت هو ساب. حاولت مثلا تروح للسجل المدني تجيب اسم الوالد نفسه، شهاده لا، ال 30 ميلاد اسم او قيد عائلي او اي شيء. لا، ال 30 راحت اسم عملت قيد تشمل اسم عائلي، الوالد. دودي، طب الاسم الكامل اتكلمي مع ولا أستاذ اسم أحمد. هو اسمه حضرتك بالكامل. أنا لما رحت السجل المدني، هو الموظفة يعني قالت لي لازم تاريخ ميلاد ليهم، تاريخ الميلاد مين؟ الوالد؟ الوالد والوالدة اللي اه. هم اسمهم في شهادة اه انت الميلاد عندي. معكيش انا اسمي مثلا كذا 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 كذا. ايه الرقم يعني اديتهم اسمي بس ما فيش رقم، مثلا رقم بطاقه ولا اي حاجه ولا ما يثبت ذلك عشان اطلع. انت ما فيش ارقام بطاقه ولا اي حاجه، ولا شهاده ميلاد قديمه ولا اي معيش حاجه ليهم ليكي؟ حاجة. لا، معيش ليهم حاجة. لا دي فيها لفه كبيره يعني. دي عشان تجيبي اسم الوالد او كده، يعني دي حاجه يعني صعبه جدا يعني. هو انت سن حضرتك كام سنه؟ انت يعني كام سنه الموضوع ده مثلا؟ هو من 97 وأنا حاليا عندي 27 سنة. عندك كام؟ أنا حاليا عندي 27. 27 سنه. عن الموضوع من يعني كمان من حاجه قديمه يعني، انت فاهمه؟ انا خدت تقليد تاني فالموضوع كده. كله موضوع استاذ يعني احمد، الاوراق ولف كبير على المصالح الحكوميه. نعم. خدت تقييد للبث. اوه، يا نهار ابيض. طب انا ما اتكلمتش. بص بقى مستقصدني ازاي. انا دلوقتي حد جاب سيرة مخدرات او كحوليات؟ ولا اي حاجه. بيبقى طب بقى في 10 ايه دقايق، بقى؟ 10 دقايق ويروح. يعني هما لو كبسوا هيروح على طول منك. عارف. هو ليه كده كل شوية؟ مش عارف، ما اعرفش والله. بس في حد واحد بلغ، مستصد. في حد عمل بلاغ حد عاد. طيب شفت الفيديو؟ الموضوع كله نظام اوراق، ويعني عارف لازم يكون في اثباتات، اي حاجه ورقه تحت ايدها هتكون ضيعت الورق ده محامي عشان ترجع تجيب الاوراق دي تاني، او ما يثبت ذلك، او هي عارفه الشخص مثلا هي والدها او كده، عشان ترفع دعوه تثبت نسب، او في تحليل دي ان ايه او اي شيء يثبت العلاقه بينهم. موضوع كبير يعني. في ناس بتروح زمان ايام ما كنت بتروح بتحط طفل في دار ايتام او اي حاجه، بيكتبوا مثلا او بتسجل في اسم شرطه. في ناس بيديله اسم كده خلاص، بيديله اي اسماء يعني. اعتقد يعني في دار الايتام بيمشوا بالنظام ده كده يعني. وحاولت ترجع مثلا، ما عرفتش ترجع لدار الايتام اللي فيها مثلا
يدوها مثلا سبب الموضوع ده، الموضوع كبير يعني 27 سنه. بس انا النصيحه يعني والله انا بقول لها زي انتم، انا سمعت برضه النصائح بتاعتكم جميع الناس المحترمين الموجودين. ما تحطش ودنك مع حد وعيش حياتك، اقسم بالله العظيم. حتى لو لقيت مين، محدش هيفيدك بحاجه. بقول لك يعني لو عايزه تعرفي انت مين وانت مين او كده، ودي يعني ده قدر الله يعني في حياتك يعني، وقدر ربنا في حياتنا كلنا يعني. فاحنا هنا موجودين كلنا اخواتك يعني، بنتكلم بكلام يعني، يعني زي اخوات او الموضوع مش ما ناخدوش من الجانب الثاني يعني. ف حاولوا بس حاولي انت تتكيفي مع الوضع الحالي ليكي يعني، انك انت عيش حياتك يعني، مش ما تخليش الدنيا تقف على الوضع ده يعني، ما تخليش الدنيا واقفة على النظام ده كده يعني. حياتك عيشيها يعني، الدنيا ما تقفش على اشخاص انت هم تركوك في حياتك او كده. خلاص هم ما بحثوش عنك او دوروا عنك او ايه السبب اللي حصل. لا، حاول انت تتكيف مع الوضع الحالي بتاع حياتك، وتحاول انك انت المجهود اللي هتبذليه انك انت تثبتي حاجه او تدوري على حاجه هيضيع حاجات من حياتك كلها. انا شايف انك انت ما شاء الله درستي وعملتي وصبرت لنفسك، ان انت مشيتي مع نفسك انك انت دلوقتي ده يعني ما شاء الله يعني. انا سمعت الكلام انك انت تدرسي وتشتغلي وما شاء الله يعني، ربنا تعالي يبارك لك يضيع وقت ويحفظك شغلك يعني. اللي انت بتعمليه دوت. نعم. بقول لها تعالي هيضيع نسوي وقت. شغلك اللي انت بتعمليه. انت عارفه الاجراءات الروتينيه في مصر، اطلع عند مدام سعاد وانزل عند مش عارف مين، او اطلع هنا وروح هنا. احنا نفسنا بنعاني في مصر يعني. فلو انا بقول لك يعني، انت ما شاء الله خدت شوط كبير قوي في حياتك يعني، مشيتي شوط كبير قوي في حياتك، فكمليه ما تقعديش والله، ما تخليش الحجره اللي قدامك شيليها وكملي. ارجع بس الاجتماع التاني ومعاكم مربط على السمع. دودي انا حاسه ان انت احبطتي مننا، لا 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 خالص والله. السلام او ما عليكم. خدت او ما خدتيش الرد اللي انت عايزاه. عليكم السلام لا ورحمه لا الله وبركاته، صح؟ بصراحه أنا خدت نص رد أنا كنت عايزاه، بس في نفس الوقت يعني معظم الكلام اللي اتقال ده صح. هو ده الكلام اللي بيتقال كتير، بس أنا حتى كنت حتى أمل حتى لو 2%. على ايه 2%؟ على ايه؟ انك تعملي أمل ايه؟ إن أنا ألاقي حد فيهم، بس طب ايه المشكله؟ احنا ما دايما. قلنالكيش ان انت مش هتلاقيهم. الله اعلم تلاقيهم او ما تلاقيهمش. بس هو يعني احنا ما يأسناكيش. بس هو القصه في ايه؟ زي ما زي ما بقولك انت يعني انا ما اعرفش استاذ حسن يعني الاخر وصلتي معاه لايه. انا ببعت له، واضح ان هو في المحكمه. اذا هو استاذ حسن سامي اللي انت كلمتيه، صح؟ اه طيب هو عموما بيبقى موجود برضو، بيتواجد معانا ساعات. اكيد هو مش فاضي دلوقتي، هسأله برضو. يعني انت قابلتيه؟ لا لا، أنا ما قابلتوش شخصيا، يعني أنا قابلت في لايف عنده كده، وهو بعت لي رقم ان انا ابعت له عليه الورق وكده، وانا فعلا ما يعني بعت له الورق، بس يعني هو بعدها الجمعيه اللي انت كنت فيها مشهوره؟ جدا دار الرعايه اللي انت كنت فيها مشهوره؟ جدا على مشهوره جدا. علن يعني، جدا. طيب هي معانا انا لو الانقاذ قلت انسان؟ انا لو قلت إن اسمها تقريبا كده يعني ممكن ناس كتير تقول اه احنا عارفينها. طيب هو لو معانا الانقاذ انسان، هو اعتقد انهم بيساعدوا انك انت تلاقي اهلك برضو. يعني انا لا اتعاملت معاهم. لا لا مش هي. مم. طيب هو لو جمعية انت بتقولي معروفة وكذا، هما برضو بيبقى عندهم يعني بيحاولوا يساعدوا الناس انهم يوصلوا لأهاليهم، يعني فاهمة؟